ست ست يا شباب، ست ست ست. بس تعالي يا بل. ست بل. سلم يا شباب. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا البيطري الجديد حبيب الحيوانات والطيور. ضيفنا النهاردة شخص أحترمه بشدة. قال عنه الكاتب أحمد توفيق: يستطيع فهم آلام مريض لا يكتب ولا يتكلم. يتميز بالشفقة والرحمة والعطف. ضيفنا النهاردة الدكتور محمود الأسود، أخصائي طب وجراحة الحيوانات الأليفة بجامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور، إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بحضرتك. نورت برنامجنا. ربنا يخليك، تنوريني. عايزين نبدأ حلقتنا نتكلم أول حاجة عن سلوكيات الحيوانات والطيور. يا ترى إيه اللي بيأثر على سلوكيات الحيوانات والطيور؟ طبعا الحيوانات الأليفة باشنت وعاطفية جدا وعندها مشاعر قوية وجياشة. القطط والكلاب طبعا أكتر حيوانات بتتميز بموضوع العاطفة ده، وترتبط بصاحبها جدا، وبتحس كمان لو هو فرحان تبقى فرحانة زيه، وتحس إن هو زعلان أو متضايق فبتتضايق. بيتأثروا جدا جدا بمشاعر صاحبهم اللي بيربيهم وسلوكياتهم. ده بينعكس كمان على سلوكياتهم، وليهم هم كمان طريقة في التعبير عن مشاعرهم وإحساسهم. القطط والكلاب بتفرح وبتضحك وبتبكي، بس ليها طريقة في التعبير عن دوت زينا بالظبط، وبيشاركونا أحاسيسنا ومشاعرنا، وده كمان بينعكس على الشخص صاحب الحيوان. في ناس كتير جدا وجود الحيوان في حياته، الحيوان الأليف، بيحسن من نفسيته، بيرفع من روحه المعنوية، وبيديله طاقة إيجابية في حياته، وبيديله معنى لحياته. حتى الأطفال الصغيرة بيتعلموا معنى المسؤولية. وجود حيوان أليف في البيت أحيانا في بعض الأطباء النفسيين بيستخدموه كعلاج، علاج لأمراض نفسية. الأب والأم بيعلموا ولادهم من خلال وجود حيوان أليف في البيت إن هم إزاي يتحملوا مسؤوليته. طبعا الغرب مفيش شك إن هو أدرك قيمة وجود الحيوانات الأليفة في المنزل من زمان، فعشان كده هو ده جزء كبير جدا من حياتهم، وبيهتموا جدا بالجزئية دي. طبعا القطط والكلاب، كل نوع من انواع الحيوانات فيها خصائص معينه تختلف عن الثاني. يعني زي ما معظم الناس عارف طبعا الكلاب بتتميز بالوفاء والرابط العاطفي القوي جدا بينه وبين صاحبه، على حتى اختلاف انواعها والبريدز والفصائل بتاعتها المختلفه. القطط بتبقى في نوع تاني من الرابطه كده، بتبقى ما بين القط وما بين صاحبه. والقط يعني يمكن يكون حيوان مش مطيع قوي زي الكلب، بس عنده شخصيه مميزه جدا. وجوده في البيت بيدي طاقه ايجابيه كبيره جدا للمكان. انا حتى بتكلم بشكل عام، يعني مش بتكلم في الجزء الطبي يعني، انما القطط من الحيوانات اللي هي سبحان الله حيوانات جميلة كده ومخلوقات عجيبة، وسبحان الله الواحد لما يتأمل في خلقها وفي مدى الإمكانيات اللي عندها والخصائص بتاعتها يلاقي فيها حاجات عجيبة جدا يعني. السلوكيات طبعا كمان بتنعكس شخصية صاحب الحيوان القطة أو الكلب، بتنعكس على الحيوان نفسه. فتلاقي الناس اللي هي طبعها هادي
شخصيته هاديه، هتلاقي الحيوان الاليف بتاعه واخد من شخصيته، فيه هدوء زيه وفيه حلم وفيه صبر. الاشخاص اللي هم ممكن يكون رتم حياتهم سريع او عندهم شويه مشاعر، يعني بيعبروا عن مشاعرهم بشكل قوي، هتلاقي برضه الحيوان بتاعه واخد منه، خصوصا لما يكون اتربى معاه من وهو صغير ومراحل العمريه بتاعته كلها صاحبه شافها معاه وهو بيكبر. الحيوان دوت بتلاقيه برضه واخد من شخصيته. لو الشخص ده ممكن يكون مثلا نقدر نقول ان هو مثلا عصبي شويه، بتلاقي صاحب الحيوان صاحبه بتلاقيه برضه واخد من طباعه ومن شخصيته. فما فيش شك ان الرابط ما بين الانسان وما بين الحيوان الاليف قوي جدا، وان الحيوان بيتاثر جدا بصاحبه، وده بالتالي بينعكس على سلوكياته. شخصيه الحيوان كمان متنوعه، يعني مش كل الحيوانات شخصيتها زي بعض. يعني لو جبنا بريد واحد من الكلاب او فصيله واحده من القطط، هنلاقي ان مش كلهم، مش معنى ان هم فصيله واحده ان هم يبقوا شخصيه واحده. هتلاقي فيه الشخصيه الهاديه، وهتلاقي فيه الشخصيه الشقيه اللعبيه، وهتلاقي فيه الشخصيه اللي عايزه تنام وكسوله ومش عايزه تلعب، وهتلاقي فيه الشخصيه اللي هي ممكن تكون اجريسيف او عنيفه شويه. طبعا في مشاكل كتير في البيهيفير، واحنا بنحاول ان احنا جزء من دورنا وشغلنا ان احنا بنحاول نساعد الناس ان هي ازاي تتعامل مع المشاكل السلوكيه بتاعت الحيوانات. لان في حيوانات بتبقى سلوكها هادي فتبقى سهل للتعامل، وفي حيوانات بيبقى سلوكها صعب شويه، فدي بتحتاج ان هي ده جزء من دورنا بقى وشغلنا، ان احنا بنوجه الناس وبنساعدهم ازاي ان هم يتعاملوا مع المشكلات السلوكيه دي لدى الحيوان. طيب يا دكتور، هل يتأثر سلوك الحيوانات والطيور ببعض المحفزات؟ يعني مثلا إذا كان الحيوان عايش في بيئة جيدة، أو ممكن مثلا في عزلة، أو في بعض الناس بيحبسوا الحيوان في غرفة مثلا، فهل ده بيأثر على سلوك الحيوانات؟ طبعا مفيش شك إن الحيوان سلوكه بيتأثر بصاحبه، والطريقة اللي بيتعامل بيها صاحب الحيوان ده مع الحيوان بتنعكس على سلوكيات الحيوان نفسه. الكلاب هتلاقيها مثلا واضح جدا فيها الموضوع ده. الحيوان الكلب ده محتاج مش بس ياكل ويشرب، محتاج ان صاحبه يهتم بيه ويخرجه ويعمل له الجرومنج بتاعه اللي هو التسريح والتنظيف والحمى. الكلاب بتحب الميه وبتحب تشوف اهتمام صاحبها بيها، فمش بس الموضوع ان انا بحط له اكل وشربه وبنضف له بس، لا، في رابط عاطفي قوي جاي من سلوكيات وحاجات بتتعمل. يعني الكلاب بتحب صاحبها، يعني مش هكون ببالغ لو قلت ان في بعض الناس بتتكلم وفي حوار ما بينهم وبين الحيوانات بتاعتهم. حتى القطط، يعني في حيوانات بتفهم كويس جدا الكلام اللي انا بوجهه ليها، وبيعرفوا من نبرة صوتي اذا كنت انا فرحان او زعلان او حزين او متضايق من حاجه عملها. في حاجات كتير جدا بتبان من نبرة الصوت. صحيح هم ما بيعرفوش اللغه ولا الكلام، بس من نبرة الصوت بيبان اذا كان في ان انا فرحان ان هو عمل حاجه كويسه او متضايق منه بوبخه ان هو ما سمعش الكلام او عمل حاجه غلط، وبيحسوا بالذنب طبعا. طيب نقطه ان انا اربط مثلا الحيوان الكلب واسيبه ساعات طويله جدا، ده بيأثر طبعا بدون شك على نفسيه الكلب، وربما كمان مع الوقت يصبح الكلب عدواني، لان الكلب من الحيوانات اللي ما بتحبش تتقيد حريتها. طبعا مهم ان انا وهو صغير ان انا اعوده على ان هو يتربط، بس مش هيبقى مربوط طول الوقت. ما يصحش ان هو يفضل، مش كويس ان انا افضل رابطه طول الوقت. ممكن اربطه لان مثلا محتاج ان انا اعمل كنترول على حركته في وقت معين، لكن طول الوقت لا. طبعا الكلب لازم يتحرك، لازم يتريض، ولازم يتمشى خصوصا بعد الاكل عشان خاطر يهضم، وعشان خاطر ينزل اذا كان صاحبه مثلا بيعوده ان هو يعمل التويلت بتاعه تحت في الجنينه او في الشارع. كل الحاجات دي بتاثر حتى كمان على طبع الكلب، ممكن يصبح ان هو عدواني او شرس نتيجه اهمال صاحبه ليه او عدم اهتمامه بيه.
ست بيض. ست. ست يا شباب. ست. 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 بس. تعالي يا بيل. ست بيض. سلم يا شباب.